إن أغلب ألمنا مهما كانت صعبة لا تتضاعف إلا بسبب الآخرين، وممكن يوصل بنا الحال لأن يصبح رضاك عن نفسك مرتبطا برضا الآخرين. مين؟ وده اللي جابني هنا؟ اللي جابني انت مين وعايز مني ايه؟ أنا عقلك وظهرت لك عشان أرد على اللي أنت قلته ده كله. كويس ان لقيتك حد اتكلم معايا بدل الوحدة اللي انا فيها. عارف، أنا كنت ممكن أرد عليك على كل الأسئلة اللي سألتها لنفسك، لكن الرد الوحيد واللي هيقنعك هو إنكم كويسين وبتحبوا تظهروا للغير إنكم كويسين. يعني عندك مثلا أنت في الشغل طالع عينك وطالع، ومع ذلك بتحب تظهر للناس إنك كويس وبتلبس ومعاك موبايل وكويس، مع إن أنت مش كده. أنت معاك 1000 مشكلة في بيتك. طب ليه بتحب تظهر إنك كويس؟ مش معناه انا بقول لك اظهر انك وحش، بس ما تبينش للناس انك كويس وعايش حياه بيس. يا ولد انت بتكلم نفسك يا ولد، انا بكلم نفسي. ماما يا ابني نمشي برضه من غير ما تاكل اموال تتبع على خير يا حبيبي. على باب السيما تذكرتي قديمة ومعايا حكاية نفسي أغيرها، وأنا مين يديني فرصة تخليني أدخل لو مرة أعيشها بتفاصيلها، إيدي في إيديها وأنا إيه عليها، سامع ضحكتها وإحنا بنتفرج، خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا، لا أنا عارف أبعد ولا أقدر أقرب.